في الحقيقة أنا محتار أبدأ الحلقة دي إزاي، بس ما لقيتش أفضل من اللي انتوا هتشوفوه ده يكون بداية للحلقة للكلام اللي هيتقال في حلقة النهاردة. منتخب مصر ان هو يقدم مستوى يليق بالكرة المصرية وبتاريخ الكرة المصرية في افريقيا وكاس العالم. طب انت شايف التوقعات ايه اللي جاية؟ التوقعات اللي جاية اكيد طبعا منتخب مصر في افريقيا ممكن يوصل للنهائيات، بس مش هياخد البطولة، لان احنا شفنا منتخبات من اول 2019 لحد دلوقتي بيطوروا من نفسهم في الكورة. فمنتخب مصر المنتخب الوحيد اللي ما عندوش دراسة جدوى او خطة مستقبلية للكرة في مصر. احنا عندنا كابتن حسام حسن، طبعا كابتن حسام حسن كلاعب كرة قدم مفيش حد يختلف عليه، انما كمدير فني كابتن حسام حسن مسك أندية كتير ومنها أندية بتاخد بطولات وما فاز ولا ببطولة ولا كان ليه شكل تكتيكي في الملعب. فتوقعات بقى ده اللعيبة بتاعت منتخب مصر توصل للنهائيات، بس تاخد بطولة دي هتكون صعبة إلا إذا منتخب مصر قدام منتخب السنغال ما تهزمش 1-0. ده هزيمة لتاريخ الكرة المصرية لأسباب كتير. قبل المباراة أنا أولا مرضتش أطلع أعمل فيديو لمباراة مصر والسنغال عشان محدش يطلع يقول أنت بتهاجم البلد، أنت ضد حسام حسن، أنت مأجور، والكلام اللي بيتقال من الكتائب الإلكترونية اللي أنا عارفهم وعارف مين مشغلهم. ما اتكلمتش على مباراة مصر والسنغال اللي انا عارف انها توصل للنقطة دي. وشوفوا توقعات المباراة مصر وكوت ديفوار قلت فيها ايه، وانتوا هتعرفوا انا مرضتش اصور الحلقة بتاعت منتخب مصر والسنغال ليه. لان انا عارف ان ده اللي هيحصل للمباراة. ليه؟ لان حسام حسن زي ما قلت عليه لا يصلح لقيادة منتخب مصر. بس انتوا فاكرين دعم الدولة ان احنا ندعم المدير الفني المحلي. عارف امكانيات كل لاعب. تريزيجيه اللي انا قلت جاي يبطل كرة في الاهلي يروح المنتخب بناء على ايه؟ احمد سيد زيزو، وهتكلم على كل لاعب في منتخب مصر، يروح منتخب مصر بناء على ايه؟ هل احمد سيد زيزو احسن لاعب موجود في 120 مليون بني ادم او 120 مليون بني ادم هتلاقي ده احسن منهم بيعمل الحاجة دي؟ ده منظره مستحيل طبعا. ايا كان بقى اللي هيقول لي انت اهلاوي انت زملكاوي، كل الكلام اللي انا بقوله في الكوره في مصر بيحصل، فانت لازم تسمعني لان انت بتشوفه بعينيك. ما تبصليش بقى كاهلاوي ولا زملكاوي، بصلي ان انت بتتكلم على شكل الكوره المصريه. مصر داخله المباراه بدعم اعلامي، داخله المباراه بدعم كل اجهزه الدوله، بتدعم منتخب مصر قدام منتخب السنغال او امام منتخب السنغال. كله بيقول دعم حسام حسن واللعيبه. فانت واخد دعم اعلامي من كل مكان في الدولة. المفروض تكون داخل البطولة دي بسمعة منتخب مصر واخد اكبر عدد بطولات افريقيا ب7 بطولات. التاني اللي هياخدها بعدك، التاني في المركز التاني مش هياخدها البطولة دي، وهيكون برضو الفرق عالي ما بينك وما بين اقرب المنافسين ليك. لعيبة السنغال تكتيكيا في الملعب مش هنتكلم على بدني ولا هنتكلم على تحضير ذهني ولا هنتكلم على دعم اعلامي ولا هنتكلم على اي حاجة خالص. تكتيك في الملعب، انت مسكت الكورة اخر دقيقة في المباراة بان شكلهم في التنظيم الدفاعي والهجومي وفي نص الملعب. انت ما ظهرتش طول المباراة لا شكل تكتيكي ولا شكل عبثي حتى، انت مجرد لعيبه حاططها وخلاص. ضربت معاك تمامة حظ في مباراه كوت ديفوار، ابدا بيها النهارده قدام السنغال اللي ما بيقفوش على الكوره، لمسه ولمسه وتحرك وانتشر. دي دماغ مدير فني. انا مش عارف اختيار المدير الفني بيكون بناء على ايه غير ان هو دارس تكتيك، فعارف كل لحظه في المباراه، كل ثغره في المباراه عنده، ما بيكررش غلطاته. بيغلط اي نعم، اي بشر بيغلط بس ما بيكررهاش. ويكون عنده سي في يسمح له ان هو يكون مدير فني لافضل منتخب داخل قارة افريقيا. انت عندك منتخبات بتوصل كل سنة من تنظيم كاس العالم، بتوصل كل موسم كاس العالم عندك منتخبات من افريقيا بتوصل، انت افضل منها. مفيش اي كلام خالص يتقال على مباراة منتخب مصر والسنغال غير فضيحة لتاريخ الكرة المصرية. لعيبة السنغال نزلوا احتفال قبل المباراة وهم في التمرينات ان هم حاطين في جيبهم مصر بقى اي دولة تاني، بس الاعلام بتاعنا خد الصورة وهيئها للاعيبة بتاعت منتخب مصر علشان خاطر الروح اللي بيتكلموا عليها. لعيبة السنغال بتحتفل عليكم وحطكم في جيوبكم. ينزلوا المباراة يطبقوا ده عملي. فين بقى الروح بتاعت منتخب مصر؟ فين بقى اللي بيرفعوا اسم مصر وقت الشدة؟